يوم 11 نوفمبر 2006 استاد رادس مليان عن بكرة أبيه بجمهور الصفاقسي، في حين إن كل المنتمين للنادي الأهلي في الاستاد ما يكملش 1500. لعيبة الأهلي نازلة تسخن وهي مضغوطة بسبب نتيجة ماتش الذهاب اللي خلص في مصر 1-1. فلاش باك بقى كده معايا ونرجع لما بعد مباراة التعادل في مصر 1-1. لعيبة الصفاقسي دخلت بعد الماتش اوضه اللبس تحتفل. طبعا انك تتعادل مع الاهلي في ملعبه التاريخي 1-1 في ذهاب نهائي دوري الابطال حاجة ولا في الاحلام. فجوزيه هنا يقرر انه يعمل حاجة عجيبة جدا، يدخل للعيبة الصفاقسي في اوضة لبسهم ويقول لهم انتوا بتحتفلوا ليه؟ احنا جايين رادس نفوز عليكم وناخد البطولة. الموقف اللي بقى مادة خام للتريقة خلال الاسبوع اللي بين الماتشين كله. كانوا شايفين ان جوزيه زنق لعب، وتنزل لعيبه الاهلي ارضيه الملعب تلاقي جمهور الصفاقسي عامل تيفو، ابو تريكه راكع وبيدي كاس البطوله لكابتن الصفاقسي انيس بوجلبان. شادي محمد لما اتكلم عن الموضوع ده قال ان الدخله دي بدل ما تفقد لعيبه الاهلي ثقتها في نفسها، لا حمستهم اكتر وكانت دافع ليهم ان هم يكسبوا البطوله. مش لعيبه الاهلي اللي تركع لحد، الاهلي كمان كان عنده دوافع تانية غير ان هو عايز يضيف لقب افريقي لدولاب بطولاته. الاهلي محتاج يعادل رقم الزمالك في الفوز بدوري الابطال، وكمان الاهلي عايز يهدي البطوله دي لروح محمد عبد الوهاب اللي رحل في نفس السنه. وفوز الاهلي بالبطوله هيخليه اول فريق في افريقيا يفوز بيها مرتين ورا بعض. ده غير انك طبعا بتاخدها من قلب تونس بعد كل الضغط الاعلامي والنفس اللي حصل، ويفضل الماتش رايح جاي بين الاهلي والصفاقسي لغايه الدقيقه 93. شادي محمد يلعب كوره طوليه تنزل على راس متعب، ومنه الراس فلافيو، ومنه الرجل تريكا، وهوب جو. كل اللي في الملعب سكتوا لمده كام ثانيه مش قادرين يستوعبوا ايه اللي بيحصل، وحاله صمت رهيبه أصابت كل جمهور الصفاقسي، وحالة جنون أصابت كل من هو أهلاوي. الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بكرة لو اتعادت 1000 مرة مش هتدخل جول. بس احنا دلوقتي اللي هندخل فين يا عم عصام؟ هندخل في الحلقة يا صاحبي، فيلا بينا على مسرح الأحداث. اتولد الأسطورة مانويل جوزيه دي سيلفا يوم 9 إبريل 46، ونشأ في أسرة فقيرة. تولت أمه وأخوه الأكبر المسؤولية بعد سجن أبوه بسبب مظاهرات إضراب العمال، علشان ينتقل مانويل هنا إنه يعيش مع خالته. ولما والده خرج من السجن رجع مانويل تاني البيت، وزيه زي كل النجوم اللي اتكلمنا عليها قبل كده بدأ ممارسة كرة القدم من الشارع، وسنه وقتها كان 10 سنين. ودي قاعدة عامة كده مكملة معانا، علشان تبقى لاعب كبير وأسطورة لازم تبدأ لعب من الشارع. ما تيجي احكي لك بقى ازاي جوزيه لعب لبنفيكا على الرغم من رفضه الشديد الأول. وهو في سن 15 سنة قاد فريقه للفوز بدورة ودية من دورات الشوارع، زي الدورات اللي بنعملها في رمضان عندنا كده. وجوزيه بالمناسبة كان هداف الدورة دي. فلما رجع البيت سمع صوت حد غريب، لا صوت أبوه ولا صوت أمه. طب مين ده يا جدعان؟ ده صوت مندوب نادي بنفيكا جاي عشان يتعاقد مع مانويل للعب لنادي بنفيكا. اكيد مانويل جوزيه كان فرحان انه هيلعب لنادي كبير زي ده. لا يا صاحبي، ده ما كانش فرحان ولا حاجه، ده كان رافض بشده وكمان هرب من البيت. اصل جوزيه كان مشجع متعصب لسبورتنج لشبونه، فهرب من البيت وراح عند خالته وقعد عندها 15 يوم من كتر رفضه للموضوع. ولكن في النهايه ينتقل مانويل جوزيه لبنفيكا بعد سنه من الواقعه دي، ويلعب بجوار الاسطوره العالميه ايزيبيو. الكلام ده كان سنه كام؟ 1962. في التوقيت ده مانويل جوزيه سنه كان 16 سنة، فبدأ بالفعل للعب الفريق الشباب من سنة 62 لسنة 64، ويتصعد بعدها مانويل لفريق الرديف لبنفيكا ويلعب معاهم موسم 64-65 علشان يتصعد بعدها على طول للفريق الأول. ومن شدة منافسة اللعيبة فمانويل كان معظم الوقت بيلعب احتياطي او بيقعد دكه. عموما مسيره جوزيه كلاعب ما كانتش كبيره، والكلام ده من مانويل نفسه. فراح نادي كوفيليا، ومنه على فرزيم، ومنه على بيلي نينسز، ودي كلها كانت اعارات من بنفيكا. وبعدها يرحل عن بنفيكا في صفقه انتقال لفريق تومار البرتغالي، ومنه ينتقل الى فرنزي، ومنه لبيرامار، ومنه لفريق إيسبينهو. انت كل ده ما قلتش جوزيه كان مركزه ايه يا عم عصام؟ عندك حق، انا غلطان فعلا. جوزيه كان لاعب وسط ملعب. نوصل بقى هنا لاعتزال مانويل جوزيه لكرة القدم، بس مش هتكون لحظة حزينة لمانويل جوزيه لما يجي يفتكرها بعد كده، لان التاريخ الحقيقي والانجازات لسه جاي. وفي سن 33 سنة يعلن اعتزاله مانويل جوزيه كرة القدم سنة 1993.
79. لعب جوزيه خلال مسيرته 250 مباراة علشان يسجل من خلالهم 21 هدف، وأبرز إنجازاته مع المنتخب البرتغالي حصوله على المركز الثالث مع فريق الشباب في بطولة أوروبا سنة كام؟ سنة 1963. وخلينا بقى نختصر ونخش على حقبة مانويل جوزيه التدريبية، علشان يبدأ مانويل جوزيه رحلته التدريبية مع فريق اسبينهو البرتغالي من سنة 78 لسنة 82، علشان ينتقل لتدريب فيتوريا دي جيماريش لمدة موسم واحد من سنة 82 ل 83، علشان هنا مانويل جوزيه يحقق معاهم إنجاز ما تحققش في النادي قبل كده، المركز الرابع في الدوري البرتغالي والصعود لأول مرة في تاريخهم لكأس الاتحاد الأوروبي، علشان ينتقل بعد كده لتدريب نادي بورتيمونينزي البرتغالي لمدة موسمين من 83 ل 85، علشان ينهي الموسم الثاني في تدريبه بأفضل مركز في تاريخ النادي، علشان يحتل بيهم المركز الخامس في الدوري البرتغالي ويصعد لكأس الاتحاد الأوروبي، علشان نوصل هنا للخطوة الكبرى في مسيرة جوزيه التدريبية، وهو اختياره مديرا فنيا لسبورتنج لشبونة سنة 86 87. وهنا هحكي لك موقف يبين لك قد ايه جوزيه كان شخصية مختلفة وعنيدة بطموحات كبيرة. في بداية مشوار جوزيه مع سبورتنج لشبونة خسر قدام بنفيكا في مارس 1986 ب5 أهداف نظيفة في ربع نهائي كاس البرتغال، ولأن ديربي لشبونة ليه مكانة كبيرة عند الجماهير، وهنا تلقى جوزيه الانتقاد والهجوم عليه بشموخ مدرب بيعرف كيف يسأر لجماهيره. وفي ديسمبر 1986 جوزيه هيقابل بنفيكا بنفس السكواد اللي معاه اللي لسه خسران بيه من بنفيكا 5-0، ولكن جوزيه بيكتب اسمه في التاريخ بحروف من ده لأنه قدر ياخد طاره ويفوز بفرق 6 أهداف، علشان تكون النتيجة دي أكبر نتيجة في ديربي لشبونة وهي 7-1. علشان بس لما يجي حد يقول لك إن جوزيه ملوش تاريخ تدريبي غير في الأهلي، قول له اتفرج على عصام وهو هيفهمك. كل اللي بنحكيه ده إنجازات ولسه أصلا الأهلي ما ظهرش على الخريطة. يا جدعان ده الراجل ده طول عمره سفاح، ده عملها في مصر والبرتغال 6-1 و7-1، ويقود جوزيه لشبونة في موسم جيد وأداء وإنجاز أوروبي وصل بيه لدور الثمانية، وفي النسخة الثانية قدر انه يكسب برشلونة 2-1 في البرتغال رغم الخروج من برشلونة، علشان بعد كده يسيب لشبونة ويروح سبورتنج براغا لموسمين من 87 ل 89، وعلشان قدم معاهم مستوى كويس جدا يرجع للشبونة تاني موسم 89-90 ويقدم معاهم جوزيه موسم استثنائي. ومحدش يقدر ينسى مباراته قدام نابولي في كاس الاتحاد الاوروبي 89-90 اللي خسر فيها قدام مارادونا وكتيبته بضربات الجزاء، علشان بعد كده يروح نادي بوافيشتا البرتغالي من موسم 91 لموسم 96. في خلال ال5 مواسم دول يقدم معاهم مواسم مميزة جدا، من ضمنهم مباراتين قدام انتر ميلان في كاس الاتحاد الاوروبي موسم 91-92 لما قدر مانويل جوزيه انه يطلع فريق كبير بقيمة الانتر من البطولة، اتعادل معاه في ايطاليا 0-0 وفاز عليه في البرتغال 2-1. جوزيه بيقول ان انا بعتبر فترتي مع بوافيشتا الافضل بالنسبه لي على صعيد منافسات كاس الاتحاد الاوروبي، وحقق مانويل جوزيه مع بوافيشتا كاس البرتغال على حساب بورتو العملاق موسم 91-92 علشان يقابل بورتو تاني في كاس السوبر البرتغالي بقياده مين بقى؟ المدرب البرازيلي المخضرم كارلوس ألبرتو سيلفا. وقدر جوزيه انه يحصل على كاس البطوله بمجموع المباراتين 4-3 علشان بعد كده يروح يدرب فريق مارتيمو البرتغالي في موسم 96، وبعد كده يحقق حلمه في فريقه اللي كان بيلعب فيه ويروح يدرب بنفيكا موسم 97. وده اختصارا لقصة جوزيه ما قبل الأهلي، وده السي يا صاحبي اللي الناس شافته وحش، وان ازاي واحد زي ده يدرب الأهلي. نوصل هنا لأعظم يوم في تاريخ مانويل جوزيه، وهو يوم تدريبه لأعظم نادي في الكون، النادي الأهلي. أنا بحب الأهلي. موسم 2001-2002 يعلن الأهلي رسميا التعاقد مع المدير الفني مانويل جوزيه لقيادة الفريق، علشان هنا يقدم مانويل جوزيه موسم استثنائي مع الأهلي، يفوز على ريال مدريد بفريق الأحلام رونالدو وزيدان وراؤول وبيكهام وفيجو في مباراة ودية في استاد القاهرة
1-0. وبعد 6 شهور من قيادته للاهلي يحقق دوري ابطال افريقيا بعد انتظار 14 سنة، علشان بعديها في نفس الموسم يحقق السوبر الافريقي، ولكن للاسف يخسر الدوري في اخر جولتين لحساب الاسماعيلي بفرق نقطتين في نفس الدوري اللي قدر انه يفوز على الزمالك في الديربي الاشهر 6-1 ويتعادل مع الاسماعيلي في المباراة التاريخية 4-4. وهنا يحصل اغرب قرار يتخذه مجلس ادارة الكابتن حسن حمدي. النادي الاهلي يعلن عن اقالة مانويل جوزيه اللي في موسم واحد قدر انه ياخد بطولتين افريقيتين ويفوز على الزمالك بنتيجة هي الاكبر في تاريخ المواجهات، ولكن يلف الزمن ويرجع مانويل جوزيه تاني لقيادة الاهلي في ولايته التانية اللي كانت في منتصف موسم 2003-2004. وهنا يبدأ مانويل جوزيه ياخد كل الصلاحيات ويبتدي في بناء الجيل التاريخي للنادي الاهلي علشان يقود الاهلي لاحتلال القارة السمراء طوال 6 سنوات ويحقق مع الاهلي بطولات وارقام تاريخية. عندك مثلا 71 مباراة متواصلة بدون خسارة لغاية ما الاهلي يخسر في الجولة ال15 قدام الاسماعيلي 3-0، وده انجاز يا صاحبي لا اتحقق قبل جوزيه ولا بعد جوزيه. جوزيه في الفترة من 2004 ل 2009 حقق مع النادي الاهلي 4 دوري متتالي، 2 كاس مصر، 4 سوبر مصري، 3 دوري ابطال افريقيا، 3 سوبر افريقي، وحل ببرونزية كاس العالم للأندية 2006 علشان الأهلي في الفترة دي يهيمن على قارة أفريقيا بره وجوه. وقدر مانويل جوزيه إنه ياخد أفضل مدرب في أفريقيا سنة 2006 رفقة النادي الأهلي بعد أداء موسم استثنائي لمدرب النادي الأهلي وتحقيق 5 بطولات: دوري مصري بدون هزيمة، كاس مصر، سوبر مصري، دوري أبطال أفريقيا بدون هزيمة، والسوبر الإفريقي، وبرونزية كاس العالم للأندية. علشان هنا يرحل مانويل جوزيه عن الاهلي 2009 ويترك وراه ارث كبير جدا وتحدي كبير لاي مدرب تاني يفكر انه يجي بعده علشان يقود بعديها منتخب انجولا 2009-2010، وبعديها يروح اتحاد جدة موسم 2010-2011 علشان يرجع للمرة الثالثة للنادي الاهلي منتصف موسم 2010-2011، الدوري اللي الاهلي كان متأخر فيه ب11 نقطة لصالح الزمالك. ويحضرني هنا تصريح الكابتن حسام حسن مدرب الزمالك في ذلك التوقيت، يقول لك ان انا واخويا ابراهيم اسعد ناس ان جوزيه رجع تاني النادي الاهلي. اهو جوزيه غفلهم وخد منهم الدوري ده. وبعد احداث بورسعيد المؤسفة تنتهي هنا رحلة مانويل جوزيه مع الاهلي في نهاية موسم 2012. اجمالا في ال3 ولايات بتوع مانويل جوزيه حقق 20 بطولة مع الاهلي: 6 بطولات دوري، 2 بطولة كاس مصر، 4 سوبر محلي، 4 دوري ابطال افريقيا، و4 سوبر افريقي، ده غير برونزية كاس العالم 2006. وبعديها يروح ايران يدرب فريق بيرسبوليس سنة 2012، ولكن تكون دي نهاية حقبة مانويل جوزيه التدريبية. جوزيه كان مدرب عنده عقلية فذة وشخصية نادرة زرعها في عقول لعيبة النادي الاهلي، وقدر انه ينقلها من عقول اللعيبة لعقول الجماهير نفسها، فبقت اللعيبة والجمهور ما عندهاش منطق غير الفوز بس. وكمان جوزيه كان من المدربين النادرين اللي يعرف يتعامل مع كل النجوم دي ويزرع فيهم مبدأ ان انا ما عنديش نجم، الفريق هو النجم. كمان جوزيه ربطه مع الجمهور علاقة فريدة، فخلينا نحكي بعض المواقف عن مواقفه مع اللعيبة ومواقفه مع الجماهير. لما حصل مشكلة متعب مع احد الضباط قبل ماتش الزمالك المهم في دوري الابطال، متعب وصل المعسكر بالليل متأخر، ولانه طبعا كان راجع متأخر ومحتاج ينام ما نزلش على الفطار الصبح. جوزيه خلاهم صحوه ونزلوه، والمحاضرة اللي كانت قبل التدريب كلها على متعب، كلها كان تهزيء لمتعب بس، وقال له انا بعرفك ان انت اللعيب الوحيد اللي هتلعب ال90 دقيقة ومش هغيرك علشان تسمع بودانك شتيمة الجمهور ليك نتيجة استهتارك. موقف زي ده خلى متعب ينزل يلعب ماتش تاريخي ويسجل هدف من احلى اهدافه في ماتشات الزمالك. نيجي هنا للموقف برضو التاريخي لمانويل جوزيه وهو سحبه لإشارة قيادة النادي الاهلي
من عصام الحضري بسبب خطأه في مباراة. والحضري في التوقيت ده كان نجم كبير وليه اسم كبير، ولكن ده دليل على قوة مانويل جوزيه. ده حتى يا سيدي حبه الشديد لمحمد ابو تريكة ما منعوش ان هو يقعده دكة في ماتشات كتير، ده كمان كان بينتقد لعبه في المحاضرات. نيجي لموقفه الشهير بعد مباراة الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيلية، لما صمم ان يفضل مع المشجع اللي اتمسك من جمهور الاهلي لغاية ما تم الافراج عنه، وقال لهم لو هتركبوه البوكس انا هركب معاه. وما نقدرش ننسى ان كل موقف بيتكلم فيه عن الاهلي بيتكلم عنه وكأنه بيتكلم عن عيلته الحقيقية، ويذكر دايما محمد عبد الوهاب بوفاء شديد ويبكي عليه وكأن محمد عبد الوهاب كان متربي معاه في بيت واحد. وكمان مانويل جوزيه مر بمواقف صعبة كتير في قيادته للاهلي يخليه كمدرب اجنبي ومحترف انه يتكل على الله ويقول لك عليا بايه يا عم ويسيب الفريق ويمشي، لان المواقف بالفعل ما كانتش بسيطة. مرة يخرج من المحلة في عربية ترحيلات بسبب شغب الجمهور، ومرة يرجع من بورسعيد بطيارة حربية، ومرة يتحاصر الفريق في باماكو 4 أيام وينضرب عليهم نار. طب ايه اللي يخلي مدرب محترف واجنبي يستحمل كل ده؟ الحقيقة ان مانويل جوزيه كان بيربطه علاقة قوية وعلاقة حب مع النادي الاهلي، وكان بينه وبين الجمهور رابط حب غير طبيعي. يعني ما ننساش مثلا تبرعه لاحد مشجعين النادي الاهلي لما كان محتاج عمليه في الكبد، وبعد استشهاد محمد مصطفى بعد الثوره حضر جوزيه ماتش المقصه وهو لابس تيشيرت عليه صورته. ده غير تأبين جوزيه لشهداء الاهلي في احداث بورسعيد ووقوفه بجانب اسر الشهداء. ويمكن العلاقه دي كان الطرف اللي بيقدم فيها اكتر هو جوزيه، اللي كان دايما بيبادر بانه يقدم كان جوزيه، وبيقدم حاجات ما حصلتش من مدربين كتير جت قبله. وطبعا جمهور الاهلي الوفي قدم لجوزيه ما يستحق قصاد كل اللي عمله جوزيه للنادي بشكل عام وللجمهور بشكل خاص. وهنفضل لسنين كتير جدا مرتبطين كجمهور بمانويل جوزيه اللي عمره في اي موقف ما اختار اي حاجة على حساب الجمهور، عمره ما اشترى خاطر حد على حساب الجمهور، وعمره ما خذل الجمهور لا جوه الملعب ولا بره الملعب. جوزيه مش مجرد مدرب اسطوري مر على النادي الاهلي. طب ما هيديكوتي كان اسطوري؟ لا، جوزيه احد اهم افراد منظومة الاهلي في تاريخها كله. مهما ذكرنا في الحلقة ومهما اتكلمنا عنه مش هنقدر نوفي حقه، ومهما جالنا مدربين هنفضل ندور فيهم على مانويل جوزيه. بس قول للزمان ارجع يا زمان.